تخيل تصحى من النوم تعمل لنفسك كوباية قهوة، يقوموا يعتبروك عملت جريمة. وبعدين يجي وقت الغدا تلاقيهم عاملين ملوخية فتاكل، فيعتبروك عملت الجريمة التانية. فجأة بقيت طريد العدالة. لو رجعنا بالزمن لمصر في القرن الستاشر، وقت ما كان البن لسه واصل من اليمن والحجاز مع الحجاج، القهوة وقتها كانت مشروب غريب. الناس بتشربه في حلقات الذكر، وطلاب الأزهر بيستخدموها علشان تساعدهم على السهر والمذاكرة. لكن بعض المشايخ كان ليهم رأي تاني خالص. قالوا إن القهوة بتسكر وبتخلي الإنسان مش طبيعي، وبتخليه يسهر أكتر من اللازم. وقدموا فتوى للسلطان قنصوة الغوري وقالوا له إنها لازم تتحرم، والسلطان صدقهم وأصدر قرار رسمي بمنع القهوة. ومش بس كده، البن نفسه اتحرق في شوارع القاهرة. لو جينا بقى للملوخية، فهي حالها مش أحسن من القهوة كتير. ففي العصر الفاطمي الخليفة الحاكم بأمر الله أصدر قرار بمنع أكل الملوخية، والسبب محدش قاله بصراحة. لكن في روايات بتقول إنها كانت بتسبب أمراض في الوقت ده، وفي ناس بتقول إن الحاكم بأمر الله حرمها لحب الخليفة معاوية بن أبي سفيان ليها. يعني ببساطة القهوة والملوخية اللي هم دلوقتي من أساسيات يومنا، كانوا زمان جرائم يعاقب عليها القانون. تفتكر لو كنت عايش في الزمن ده كنت هتقدر تعيش من غير القهوة والملوخية، ولا كنت هتدخل التاريخ كمجرم قهوة أو ملوخية؟